قبل ما نبدأ الفيلم نصلي على النبي، ولو عجبك الملخص يا ريت تسيب لايك وتعليق، وشكرا لكل متابعيني على دعمهم ليا. بيبدأ الفيلم في العصر الجليدي قبل 20,000 سنة. كان في قبيلة صغيرة كل اعتمادها على صيد الحيوانات، وده بيكون تاو زعيم القبيلة بيستعد في يوم للصيد، وبعدها عمل اختبار لأبناء القبيلة وابنه كان معاهم، وبدأوا يصنعوا الأسلحة، وبعد ما خلصوا بيسلموها لزعيم القبيلة علشان يشوف مين اللي نجح في الاختبار. كلهم فشلوا ما عدا 2، كايدا ابن زعيم القبيلة وواحد كمان معاه. واخد زعيم القبيلة راس الرمح اللي مصنعه ابنه، وبدأ يمرر صباعه عليه فجرحه، وبيقول لابنه كايدا لازم تكون شجاع وقوي علشان تحكم القبيلة من بعدي. وبيبداوا يضربوا في اللي فشلوا في الاختبار، وبيقلع الزعيم عقده وبيلبسه لابنه كايدا. وبيجي الليل وبيقعد تاو يتكلم مع مراته، فبتقول له انا خايف على ابن كايدا، فبيقول لها ده نجح في الاختبار واحسن واحد عامل سلاح للصيد. وتاني يوم بيبداوا يستعدوا لرحله الصيد، وبيودعوا اهل القبيله، وبيودع تاو مراته، فبتقول له خلي بالك على ابننا، وبتودع ابنها كايدا بس بتكون خايفه عليه جدا، فبيوعدها انه هيرجع لها محارب. وبيبداوا الرحله وبيمشوا في الطريق، فبيدخل الليل عليهم ويكونوا تعبانين جدا من المشي، فبيستريحوا وبيولع الزعيم النار علشان تدفيهم. وبيطلع النهار وبيبداوا يتحركوا، وهما في الطريق بيقابلوا صيادين من قبيله تانية، وبيسلم زعيم القبيله بتاعهم على كايدا ابن الزعيم، وبيبداوا يتفقوا انهم يطلعوا رحله الصيد مع بعض، وبيكملوا طريقهم، وبيشوفوا علامات بتعرفهم انهم ماشيين في الطريق الصحيح. وبتغرب الشمس وبيدخل الليل عليهم، وبيلاقوا خنزير في طريقهم وبيصطادوه، وبيدي تاو لابنه السلاح علشان يذبح الخنزير، بس كده مش بيعرف يذبحه علشان قلبه ضعيف. فبياخد الزعيم السلاح من ابنه وبيخلص على الخنزير، وبيكون الزعيم غضبان من ابنه وبيقول له لازم تكون شجاع. وبيقعدوا في مكان علشان يرتاحوا فيه، وبيشوا الخنزير وبياكلوه. وبيبص الزعيم وبيسمع حركه غريبه بتحصل، فبيحذرهم وبيقول لهم استعد. وفجاه بيهجم نمر قوي عليهم وبيخطف واحد منهم، وبيكونوا مش شايفين هو خده وراح بيه فين، وبيسمعوه وهو بيصرخ بس ما بيعرفوش يحددوا مكانه. وبيعرفوا كده ان النمر خلص عليه. وبيطلع النهار وبيعملوا طقوس الدفن، وبيحطوا له حجاره وعليها رموز معينه، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا علشان يكملوا طريقهم للصيد. وبيوصلوا الكهف وبيدخلوا عشان يرتاحوا فيه شويه. وبيسمع الزعيم قطيع الذئاب، وبيحكي لابنه كايدا على القائد بتاعه، وان مهمته حمايه القطيع، ولازم يكون شجاع وقوي لان هو دايما في خطر علشان في ذئاب بيتحدوه عايزين ياخدوا مكانه. وبيجي تاني يوم وبيلاقوا اثار الجاموس على الجبل، وبيعرفوا انهم قريبين منهم، وبيستعدوا للهجوم عليهم، ويبداوا يزحفوا على الارض علشان الجاموس ما ياخدش باله منهم، ويديلهم الزعيم اللي شرب الهجوم. وبيجروا باقصى سرعه على قطيع الجاموس، ولما شافوهم القطيع جروا عليهم علشان يهاجموهم، فامرهم الزعيم انهم يرموا عليهم الرماح. فاتحبسوا الجاموس ورجعوا في اتجاه حافه الجبل علشان يهربوا منهم. وبيقع كلك من على الجبل، وبيفضل عدد بسيط، وواحده منهم بتهجم على كايدا ابن الزعيم، وبيحاول يهرب منها بس ما عرفش، وبتخبطه وبتوقعه على الارض. بيحاول الزعيم يحذره بس فات الاوان، وبيرجع يهجم عليه تاني، تشبك هدوم كايدا في قرنه، وبيقع هما الاتنين من على الجبل. بيجري عليه تاو علشان يلحق ينقذه، ويحاول يشجعه بس ايده بتفلت وبيقع، وبينزل على صخره في وسط الجبل وبيفقد الوعي. فبينزلوا من على الجبل علشان يجمعوا الجاموس اللي اصطادوه، وبيكون تاو الوحيد اللي فوق علشان بيكون حزين على ابنه، وبيفضل يصرخ وينادي عليه بس كايدا مش بيرد. وبيطلعوا المحاربين فوق وبيقنعوا الزعيم ان كايدا مات، وبيطلع النهار وبيتاكدوا انه مات. وبيعمل الزعيم لابنه طقوس الدفن، بس بيكون منهار جدا على ابنه، وبيرمي بودره على قبره تقديرا لحبه ليه، وبيفقد الامل وبيسيبه وبيمشي قبل فصل الشتاء ما يدخل عليهم. وبعد فتره بنشوف نسور في السماء بتطير فوق جثه كايدا، وبينزل واحد منهم يقف على كايدا علشان ياكل من جسمه، ولسه هيبدا بيفوق كايدا وبيمسكه من رقبته وبيرميه بعيد. وبيفضل ينادي على ابوه على امل ان يسمعه ويجي ينقذه، بس بيكونوا سابوه ومشوا. وبيحاول يتحرك كايدا بس بيلاقي رجله مكسوره، وفضل يزحف علشان يتسلق على الجبل، وبيحاول ينقذ نفسه بس الموضوع بيكون صعب عليه جدا، وبتبدا تمطر السما عليه، وما بيقدرش يستحمل طول الوقت، وبتفلت ايده وبيقع، وبينزل في الميه، وبيكون كده انكتب له عمر جديد. وبيفوق تاني يوم بعد الميه ما حدفته على البر، فبيحس بالالم الشديد من رجله المكسوره، وبيحط رجله بين حجرتين وبيردها. بصراحه عنده قوه تحمل جباره، وبيجيب خشبه بيربطها عليها علشان تثبت رجله، وبيبدا يمشي عليها بس بيكون مش قادر. وبيحاول يطلع الجبل على امل انه يلاقي حد من قبيلته، ولما بيطلع بيلاقيهم عاملين له القبر بتاعه، فبيعرف كده انهم افتكروه مات وسابوه مشى. فبيغضب كايدا وبيحدف الحجاره برجله، وبيبدا يفكر هيعمل ايه. وفجاه بيسمع صوت الذئاب قريبين منه، فبيجري بسرعه علشان يستخبى منهم، وبيطلع على شجره وبينام عليه. وبيطلع النهار وبينزل يملى ميه علشان يشرب منه، وبعدها بيحس بالجوع وما بيلاقيش قدامه غير الدود وبياكله. وفجاه وهو قاعد بيهجمه قطيع الذئاب عليه، فبيجري بسرعه علشان يهرب منه. وهو طالع على الشجره بيلحقوا ذئب منهم وبيمسكه من رجله، وبيضربه بالسكينه وبينقذ نفسه، وبينجرح الذئب وبيقع على الارض. وبيفضل باقي القطيع مستني كايدا ينزل، بس بيطلع النهار وبيسيبوه وبيمشي. وبيبدا يجهز السلاح اللي معاه خوفا من الذئاب، وبينزل من على الشجره وبيلاقي الذئب اللي جرحه وبيروح علشان يخلص عليه، فبيلاقيه مصاب اصابه خطيره ومش قادر يتحرك. فبيصعب على كايدا وما بيرضاش يخلص عليه، فقرر انه يساعده ويعالج الجرح اللي في رجله. وبيحاول يقرب منه بس بيخوفه الذئب، فجاب حبل يربط بيه بقه علشان ما يعضهوش، وبيشيله كايدا وبياخده معاه. وبيوصل لكهف بعيد عن الذئاب، وبيحاول يولع
النهار بس ما عرفش، وبيطلع النهار وبيجيب اعشاب يعملها خلطه وبياخدها وبيحطها مكان القصر اللي في رجله علشان تخفف الالم اللي حاسس بيه. وبيبص كده وبيلاقي الذئب فك الحبل اللي على بقه، فبيتشجع وبيجيب له شويه ميه علشان الذئب يشربها، بس بيكون خايف منه جدا. وبيفضل كده يتكلم معاه علشان يهديه، وبيقول له انا هساعدك علشان تعرف تمشي على رجلك، وبيحط له الميه من بعيد على امل ان الذئب يشرب. وفعلا بدا يشرب وبيفرح كده انه شرب، فبيجمع كده دود من الارض وبيحطه له وبياكله الذئب. وبيطلع كده يدور على حاجه ياكلها، فبيلاقي ارنب وسط الصخور، فبيمسك حجاره وبيحدفه بيها وبيصطاده. فبيرجع للكهف ومعاه الارنب وبيحاول يولع النار، والمره دي بينجح وبيشوي الارنب وبياكله وبيوكل الذئب كمان معاه. ومع الوقت الجرح اللي في رجل الذئب بيخف، وبيبدا كده يتكلم معاه وبيحكي له عن قبيلته وبيعرفه على الطريق اللي هيرجع منه للقبيله. وبيطلع النهار وبيستعد كده لرحله العوده، وبيبدا يلم حاجته وبيسيب الذئب وبيمشي. وهو في طريقه بيتفاجئ بالذئب ماشي وراه، فبيرجع كده يخوفه بيقول له ارجع لقطيع الذئاب بتاعك، بس مش بيسمع الكلام وبيقعد مكانه. وبعدها بيقوم وبيلف حوالين كيد، وبيعرف كده ان الذئب عايز يشاركه في رحلته. وهم في طريقهم بيلاقوا 3 خنازير، فبيجري الذئب عليه، فبيقرب خنزير منهم ناحيه كيد، بس للاسف معرفش يصطاده وهرب منه. فبيلاقوا ارنب وبيجروا وراه وبيصطادوه، وبيقعدوا يرتاحوا من التعب. فبينام كده وبيطمن الذئب ليه وبينام جنبه. وبيصحى تاني يوم وبيلاقي الذئب نايم جنبه وبيلحس فيه، فبيلاقي ريحته وحش وبياخده عند الشلالات علشان يحميه، وبينزل الميه وبيلعب معاه. وبيقرر كيد ان يسمي الذئب الفا، وبيشوف الفا سمكه معديه من جنبه، فبيصطادها وبيديها لكيد، وبيرجعوا يكملوا طريقهم للعوده للقبيله. وبيحب كيد الفا لدرجه انه ما يقدرش يستغنى عنه. وبيبدا فصل الشتاء يدخل عليه، وبينزل التلج وبيغطي كل حاجه. وهم في طريقهم بيلاقوا خنزير بري، فبيجروا وراه علشان يصطادوه. وبينجح كيد لاول مره وبيخلص على الخنزير، وبيدخل الليل عليهم وبيولع النار وبياكلوا من الخنزير. وهم قاعدين بيشوف كيد ذئب داخل عليه، فبيقوم بسرعه وبيمسك الرمح بتاعه علشان يحمي نفسه، بس بيكون مرعوب جدا منه. فبيروح الفا للذئب علشان يحمي كيد، فبيتعرف على الذئب وبيعرف ان هو ده القطيع بتاعه، وبيسيب كيده وبيمشي معاه. وبيفضل يبص على الفا على امل انه يرجع له تاني، فبيفقد الامل وبيكون حزين جدا على فراق الفا. وبيطلع النهار وبيكمل كيده طريقه بدون الفا، بس الموضوع بيكون صعب عليه جدا لان التلج غطى كل العلامات اللي موجوده في الطريق. في الناحيه التانيه بيكون الزعيم راجع للقبيله، وعلامات الحزن بتكون باينه على وشه، وبيكون مش قادر يقول لمراته خبر وفاه ابنه. فبتعرف لوحدها لما بتشوف عينين تاو وهي مليانه دموع، فبتقعد تصرخ وتعيط على فراق ابنها كيده. وبيمر الوقت وبيكون كيده لسه في طريقه للعوده، وعلامات التعب بتكون ظهرت عليه من البرد الشديد. وفجاه بيشوف قطيع الذئاب بياكلوا في خنزير، فبيجري عليهم بسرعه على امل ان يلاقي الفا معاه. ولما بيقرب منهم بيشوف الفا، فبيخونوا التلج وبيقع في الميه، وبيحاول يطلع بس بيلاقي التلج مالي المكان. وبيطلع السكينه من جنبه فبتفلت من ايده، بس بيجيبها في اخر لحظه وبياخدها وبيخرم بيها التلج. وهو بيطلع بيلاقي الفا بيشد علشان ينقذه قبل ما يغرق في الميه. ولما طلع قلع هدومه كلها وولع النار واخد الفا في حضنه علشان يتدفى من البرد. وبيرجع يكمل طريقه، والمره دي بيكون صديقه الفا معاه. وهم ماشيين بيلاقوا كوخ صغير وواحد قاعد جنبه، فبيجري كده بسرعه عليه على امل انه يساعده في رحلته. فبيتكلم معاه بس مش بيرد عليه، وبيتفاجئ انه ميت ومتجمد من البرد. وبيدخل كده الكوخ علشان بيكون جعان، وبيقعد يدور على امل ان يلاقي اكل بس ما بيلاقيش حاجه، وبيقعد يرتاح شويه. وبعدها بيطلع من الكوخ وبيلاقي سلاح مع الراجل متجمد وبياخده وبيمشي. وهو في الطريق فبيلاقي جبل من التلج بينهار، وبيشوف حيوانات مفترسه بتقرب منه، فبيجري بسرعه علشان يلاقي مكان يستخبى فيه. وبيقع في كهف مليان تلج، ويتفاجئ بفهد عملاق بيقرب منه، فبيحاول ينشل عليه السهم. بيهجم الفا على الفهد علشان ينقذ كيد، فبيضرب كيد السهم وبتيجي في الفهد وبيموت. وبيكون فاكر ان الفا كمان مات، فبيفرح لما بيلاقيه لسه عايش. وبيكون مصاب بجروح من الفهد وبيقع على الارض، وبيروح كيد يطمن عليه، وبيفضل قاعد جنبه طول الليل يعالج الجروح اللي في جسمه. وبيتكلم مع الفا وبيشجعه علشان يكملوا الرحله مع بعض. وبعدها كملوا طريقهم، وبيكونوا الاتنين مش قادرين يمشوا من التعب. وبيبصوا وبيلاقي علامه من العلامات اللي بترشده على الطريق، وبيروح يشوفها وبيعرف ان هو كده ماشي في الطريق الصحيح. وبيكون فرحان جدا ان هو قرب يوصل للقبيله. وبعدها الليل بيدخل عليهم، فبيقعدوا يرتاحوا شويه. وبيطلع النهار وبيبداوا يكملوا طريقهم. وهم ماشيين بيقع الفا من التعب، وبيكون مش قادر يمشي، فبيروح كيد علشان يطمن عليه. وبيقرر انه يشيله ويمشي بيه طول الطريق. ومره واحده بيتعب وبيقع على الارض، لكنه فضل يقاوم لغايه ما وصل لقبيلته، وما بيكونش مصدق انه وصل. وبيبص الزعيم وبيتفاجئ برجوع ابنه، وبيكونوا مش مصدقين ان ابنهم لسه عايش. وبتبدا والدته تنهار من الفرح لرجوع ابنها بعد الفتره دي. وبيطلب كيدا من ابوه انه ينقذ الفا، وبياخدهم هما الاثنين علشان يعالجهم. وبيقول لهم كيدا ان الفا هي اللي انقذته، وبيروحوا يساعدوها فبيلاقوها بتولد. وبيرفعوا الذئب احتفال بولادته في القبيله، وبيطمن عليها كيدا وبيتفاجئ ان هي كانت انثى. فقرر كيدا ان هي تعيش معاه بسبب اللي عملته علشان. وبيكون فرحان جدا بالذئاب الصغيره، وبداوا يدربوا الذئاب على صيد الحيوانات. وبيخلص فيلمنا. ان عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير.